وبس. لو عايز تنجح لازم يكون عندك أهداف واضحة، لكن هل مجرد تحديد الأهداف كفاية؟ في الحقيقة السر الحقيقي هو في تحفيز نفسك وتغيير عاداتك وإعادة برمجة عقلك لتحقيق هذه الأهداف. طب السؤال هنا، كيف تحدد أهدافك بطريقة فعالة؟ الإجابة: اكتب أهدافك بوضوح وحدد وقت لمراجعتها كل فترة. كمان اجعل أهدافك كبيرة لكن واقعية، محددة وقابلة للتحقيق. النقطة المهمة: ابتعد عن العبارات العامة، لأن العقل لا يستجيب للجمل الفضفاضة. خلينا نحط كده كلمة مهمة جدا جدا في الحلقة دي: التحفيز هو مفتاح الوصول للأهداف. يعني إيه؟ حفز نفسك يوميا لوضع خطة لتحقيق أهدافك وتنفيذها. التحفيز الداخلي بيولد الحماسة، والحماسة هي الوقود اللي بيشعل قدراتك اللامحدودة. كل الناجحين بيأكدوا إن توجيه عقولهم كان الخطوة الأولى لنجاحهم. السؤال المهم: كيف تبني عادات جديدة توصلك للنجاح؟ أصحاب الإنجاز اليومي لديهم عادات بتساعدهم على الحماس والطاقة. زي إيه؟ الصلاة اليومية، ممارسة الرياضة بانتظام، القراءة اليومية، تخصيص وقت للهدوء والتأمل في الأهداف. الحقيقة بتقول يمكن برمجة العقل وخلق عادة جديدة في 21 يوم فقط. تكرار أي سلوك لمدة 21 يوم يجعله جزء من حياتك على مستوى العقل الباطن. تغيير العادات بيبدأ من تغيير الصورة الذاتية. عشان تنجح لازم تغير تصورك عن نفسك. كمان النجاح بيبدأ من داخلك، من قناعاتك بنفسك. يعني اللي بيحافظوا على وزنهم بعد التخسيس بيؤكدوا انهم نجحوا لانهم غيروا نظرتهم لنفسهم. انت تعمل وتشعر وتتصرف بناء على صورتك الذاتية عن نفسك. هذه الصورة بتتشكل منين؟ من التربية والمجتمع والأصدقاء وتجارب الحياة. لو عندك صورة ذاتية خاطئة لازم تغيرها بمعلومات صحيحة وجديدة. في الختام عايزين نقول: حدد أهدافك بوضوح، حفز نفسك، غير عاداتك، وسترى كيف تتغير حياتك بالكامل. كلمتين وبس. إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشهورة من جامعة هولي صوفيا.